زلابية عراقية، طعم يوديك عالم ثاني. تبج. متعود كل رمضان اسوي لكم اطيب زلابية عراقية على طريقتي الخاصة. ملعقة خميرة معجنات، ملعقة شكر، نصف كوب طحين، قلاص ونص مي دافي. بسم الله. خلطة معدلة. نغطي الكاسة مالتنا ونعوفها لمدة نص ساعة. ورا مرور نص ساعة راح تشوفوها منفوخة بهذا الشكل وكلها فقاعات ومختمرة. نقول بسم الله، نحركها شوية. قلاص نشا، قلاص طحين. بسم الله. ونخلط. بسم الله. وهذا القوام المطلوب. هسه نغطيها ونعوفها ربع ساعة. وهسه ورا مرور ربع ساعة نفتح العجينة مالتنا، نفرغها من الهواء بالشكل. وهنا عجينة الزلابية جاهزة عندنا. بطل مال مي فارغ نثقبه بهذا الشكل القبق، نضيف العجينة بهذا الشكل، ولا تعبون البطل كله لأنه تختمر بعد أكثر. وهنا عجينة الزلابية جاهزة عندنا. هسه نحمي لنا طاوة بيها زيت ونبلش بيها. هذا اللون المطلوب، لا تخلوها تستوي أكثر. خذ الزلابية رأسا على الشيرة اللي دائما نسويها، تلقوها بالصفحة، لازم تسووها تفوتكم. بسم الله ما شاء الله. أطيب زلابية راح تسووها شهر رمضان. الزلابية جاهزة عندنا، بس شوفوا لي الجمال والريحة اللي صارت بالبيت. تبج.